بالشيخ إنه عدنان القيسي. عدنان القيسي الشيخ من بغداد يحكم هذه المباراة ماكسويل، وأخذ الميكروفون ليتحدث، وأرجو أن تسمعوا ما يقول. أخذ الميكروفون ليتحدث بالعربية واختتم بكلام جميل جدا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وكان هجوما كاسحا، وهو بعد لم تبدأ المباراة بعد ولم يخلع ملابسه، وهو بهذا الأسلوب يختلف في أسلوبه عن أمريكا، ولكن كان هجوما كاسحا جدا ويريد أن يقضي على خصمه بأي وسيلة. ليس هناك من وسيلة لإثبات وجوده كمصارع عالمي كأخوذ ثقيل إلا أن يهاجم قبل أن يخلع ملابسه، ولكن النظام الإنجليزي صارم، فوجد أمر الحكم بتوجيه الإنذار الرسمي له. عندما أخذ الميكروفون تحدث وقال: دق الجرس الآن لتبدأ المباراة، ولكنه تلقى الإنذار قبل أن تبدأ المباراة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أتحدى جميع أبطال أوروبا خاصة وأبطال العالم كله. عاشت الأمة العربية وعاش كل عربي على وجه الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والسلام عليكم ورحمة الله والشهادتين. أجمل ما قال. هذه أول مرة يظهر فيها عدنان القيسي على حلبات المصارعة في المملكة المتحدة، وهو مصارع معروف جيدا في العالم العربي. كان يصارع على الحلبات الأمريكية، وتلقى الإنذار الرسمي الأول قبل دق الجرس لهجومه قبل بداية المباراة وقبل أن يخلع زيه رسمي. وبدأت المباراة حيث سبق أن تلقى إنذار رسمي لصلابة حكام المصارعة في بريطانيا. والشيخ كما يلقب عدنان القيسي يزن 105 كيلوغراما، بينما خصمه الجامايكي من مونتيغو باي، جامايكا، جزر الهند الغربية، ليني هيرست، يزن 95. وبدأت مشادة بين عدنان وبين ماكسويل الحكم، وهو سريع في هجومه ولا يأبه إن كانت تلك مخالفات أو لا، فهو يزاول المصارعة على الطريقة الأمريكية. لا زال في بريطانيا الكثير من الجدل، فعدنان القيسي يختص بالمسكة المنومة، وفي بريطانيا يتجادلون وربما لن يصلوا إلى نتيجة، فلم يقرروا بعد في بريطانيا إن كانت المسكة المنومة قانونية أم لا. حركة الإخلال بالتوازن بركلم جيدة كانت من جانب عدنان القيسي لليني هيرست. ليني هيرست في وضع سيء حول حراس الإسلام، والتوقيت كانت الضربة على أنف عدنان من هيرست. هذا المصارع العراقي المسلم هو البطل العراقي السابق لوزن ثقيل، وصارع في بعض الدول العربية ومنها العراق والكويت ولبنان. وعدنان القيسي المصارع الضخم يختص في المسكة المنومة، وكما أسرت لا زال الرسميون في بريطانيا محتارين في كونها قانونية أم لا، خلافا لإقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك من ينكرها، ولذلك يسمحون بتطبيقها، ويأمر ليني هيرست أن لا تكون قانونية لتلافي قوة المصارع العربي على الأقل. وأجهد عدنان من قبل ليني هيرست، وكان هجوما كاسحا من ليني هيرست. وقبل أن ينهض لماذا يتغاضى الحكم؟ لكن الحكم يستخدم قوته ويهدد الانفعال ليني هيرست، لأن ذلك الهجوم في القانون البريطاني يجب أن لا يهجم طالما كانت ركبتي المصارع على خشبة الحلبة. يقال بأن عدنان القيسي يتكلم عدة لغات، إحداهن الإنجليزية، ولم يفعل المعلق هنا كما قاله عدنان بالعربية. ويشاهد الجمهور عدنان، ونحن نعرف الإنجليز لا يميلون إلا لمصارعيهم. ماذا لو كان عدنان القيسي ديداري؟ كل يميل لأبناء جنسه، وهذا بطبيعة الحال، وقد أختلف مع المعلق هناك في بعض الأشياء، هذا طبيعي بحكم أن أي إنسان يتعاطف مع أبناء جنسه. الحكم يحذر ويذكره بأنه سبق وأن تلقى إنذار رسمي، لكن هجومه كاسحا وقويا ضد ليني هيرست. لكمة من الذراع ليتخلص من نصف معصم، لكمة من الذراع للمرة الثانية، ولكن لم يتخلص، وبشدة شعر
من عدنان لليني هيرست. محاولة مرونة يحدد بلاكمان القبضة، لكن يجب أن لا يلجأ إلى القبضة لأنها ليست ملاكمة. نصرت معصم مزدوجة مع لوي ذراع من عدنان القيسي لليني هيرست. 95 كيلوغرام ليني هيرست، عدنان القيسي 105 كيلوغرامات، ويتفوق بزيادة 10 كيلوغرامات. ليس في الفارق الكبير، فالمصارعان من فئة وزن الثقيل و10 كيلوغرامات تتجاوز الخبرة بكل سهولة. لوي جيد محكم بنصرة معصم مزدوجة ورسمة من الذراع. من شدة لوي المعصم استخدام الحبال هنا بصورة غير قانونية، ولكنه يريد أن يجهد. لقد لجأ ليني هيرست عدة مرات للمخالفات، فمن حق عدنان أن يلجأ للمخالفات هو أيضا وينفعل حتى مع الجمهور، لكن يجب أن يحذر من غدر من ليني هيرست. يتشد مع الجمهور ويجب أن ينتبه لما يجري داخل الحلبة من ليني هيرست الذي قد يغدر به بين لحظة وأخرى. ومشادة أيضا مع الحكم. إذا ما استمر في التشدد فقد يطرده الحكم. بالقرب من دق الجرس الآن، وقد دق الجرس نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة العالمية ذات 6 جولات، مدة كل جولة 5 دقائق. يمكن الفوز بالمباراة، الفوز بجولتين أو الحصول على السلامين أو استخدام ضربة قاضية. ويشير الحكم إلى أن على عدنان أن يعود لزاويته. لم يستفد الشيخ عدنان القيسي من هجومه الأخير بسبب دق الجرس بالكراشيتيل. هذا المصارع العربي العراقي عدنان القيسي من بغداد سبق له أن أحرز البطولة القومية للكليات في المصارعة للهواة 4 مرات لوزن الثقيل. كان لاعب كرة قدم محترف سابق في الولايات المتحدة الأمريكية. الجولة الثانية وبقي 5 جولات لهذه الجولة. ليس هناك من نقاط تذكر سوى انذار رسمي وجهه الحكم لعدنان القيسي لهجومه على ليني هيرست قبل دق الجرس. بداية المباراة الحكم أمر ليني هيرست بالتراجع كي يترك بداية فرصة للدخول لعدنان، وبدأ يترقص حول خصمه، لكنه يتلقى ركلة خلفية على مؤخرة الركبة وتردى في وضع سيء، والحكم يشير بأنه لا يجوز سد الشعر ومعه حق بلكمة منخفضة. كانت لكمة منخفضة ودون شك في بريطانيا تعتبر غير قانونية. والإنذار الرسمي الثاني والأخير لعدنان لتسديد تلك اللكمة المنخفضة على ليني هيرست. التطام، ليس هناك شيء يذكر سوى انذارين رسميين بعدها الطرد لعدنان، ولذلك عليه منذ الآن أن يكون أكثر حذرا وأكثر يقظة وأن لا يتقمص الأسلوب الأمريكي على حلبات بريطانية. شد الشعر وشد الذراع ثم تطام في الزاوية. إجهاد الظهر لليني هيرست من عدنان، ورهض عند السابعات ثم خربشة الوجه من عدنان القيسي وهجوم في الزاوية بلكمة خلفية. ويأمر الحكم بأن يبتعد. شد الذراع، يجب أن يوقف له، لم يوقف له، كان مرتخيا نسبيا عدنان وتلقى ذلك الالتطام ويهدد ويتوعد بالقبضة. ليني هيرست يهدد ويتوعد لكمة، هجوم كاسح ولكمة ثم ارتطام في الزاوية، وبدأ ينهك ظهر عدنان القيسي. ضربة رأس، هذا الأسود إذا ما ضرب عدنان بضربات رأس تلك قد يؤذيه كثيرا. وركلات في الزاوية غير قانونية، والحكم يكتفي بالزجر فقط وبشد الشعر. لكن في تلك الفترة الأخيرة لم يحترم الحكم تماما، كان موقفه فاقرا نسبيا، ولكن كحكم كان يحاول التحكيم كلما أمكن. ارتطام بعد إجهاد مؤلم الضرب وضغط تقاطع تلك الكتفين مع ثاني. نعم، جهد جيد ورائع حقيقة من ليني هيرست. مهما كان الأمر يجب أن لا ننكر المجهود الجيد من ليني هيرست. تمكن من الفوز بالجولة الأولى بعد مضي دقيقتين و16 ثانية من الجولة الثانية بثاني وضغط تقاطع. والمتكلم الرسمي جون هيرست يعلن عن النتيجة والجمهور لجانب ليني هيرست. قد لا يكون الجمهور كذلك لو كان على حلبة عربية. ليني هيرست من جزر الهند الغربية والذي فاز بالجولة الأولى في هذه المباراة. الشيخ حول الحلبة وعاد الآن، والجولة الثالثة الآن. الجولة الثالثة الفائز حتى الآن بجولة هو ليني هيرست، لا شيء لعدنان القيسي، وبقي 4 جولات بهذه الجولة ويريد أن يبتعد، لا يريد أن يهاجمه لكن يكون حذرا. تشابك مفرد والثاني للذراع
الثاني للذراع ويحاول أن يكسر ذراع عدنان ويفوز بالمباراة بجولتين. ركلة خلفية ويستمر في إجهاد عدنان القيسي. ليس هناك ما يشير إلى الآن إلى أن عدنان القيسي سيلجأ لاستخدام مسكته التي يختص بها، وهي المسكة المنومة. فرق الأمر بالبوت. إجهاد. يجب أن لا يقوم بهذه الانطلاقة لأنها قد تكون على منطقة ممنوعة، وهي ممنوعة ومحرمة، وقد يتلقى الطرد ليني هيرست. وهجوم كاسح من عدنان الذي بدأ على الأقل ينفعل ويظهر لنفسه. لكمات مزدوجة كانت من عدنان كجودو مزدوج، وأجهد بذلك ليني هيرست. وانطلاقة المسكة المنومة. طبق مسكته المنومة ويحاول الإفلات ليني هيرست من المسكة المنومة. هل يتمكن من الإفلات أم لا؟ يركز عليها بكل قوة ويجهد العنق تماما ليوقف دورة الدم. الحكم يريد يتأكد من ليني هيرست. نعم، لقد نام تماما ليني هيرست بتطبيق المسكة المنومة. مسكة منومة طبقها الشيخ عدنان القيسي المصارع العربي العراقي. يتساءل المعلق هناك بغباء إن كان فاز بالمباراة أم لا، وهي المسكة التي يختص بها عدنان. لكن السؤال هنا، هل انتهت المباراة؟ كل ذلك يتوقف على ما يصدره الحكم من قرار يعلن المتكلم الرسمي جون هاريس. وحتى الآن ممدد ليني هيرست، ويتبادل المتكلم الرسمي جون هاريس مع الحكم القرار الذي يمكن أن يقوله. المتكلم الرسمي جون هاريس ماذا يمكن أن يقول الآن؟ لا زال ممدد. قال: بعد تطبيق المسكة المنومة فقد أوقف الحكم المباراة، لكن سيترك القرار معلق أو مفتوح أمام السلطات الرياضية في بريطانيا لتقرر ما إذا كانت المسكة المنومة مسكة قانونية أم لا. وسيترك القرار مفتوح حتى يتسنى الوقت الذي تقرر فيه السلطات إن كانت المسكة المنومة قانونية في بريطانيا أم لا. وقرار غبي الحكم. في أمريكا لو حدث ذلك لكان الفائز دون شك عدنان القيسي، لكن المباراة معلقة، وليني هيرست في هذه الحالة لا يعتبر لا مهزوما ولا منتصرا. إذن ينادى على إسعاف سان جون لإنقاذ ليني هيرست الذي بقي ممددا، ووصلت أولى سيدات الإسعاف لإنقاذ ليني هيرست، وكان يعترض عدنان القيسي على وصول المسعف لإنقاذه. بقي ممددا فاقد الوعي، لكن لن يتمكن من إعادته لطبيعته إلا عدنان القيسي، وذلك دون شك. قدرة بارعة لهذا المصارع العربي. لا أفهم ماذا يقول الحقيقة، ليس واضحا ما يقول. ويعود المتكلم الرسمي يقول: إذا كانت لدى عدنان القدرة لتطبيق المسكة المنومة وأنها حقيقية فيجب أن يعيد إليه إحساسه وشعوره، أو بمعنى آخر ينقذه. ولا يعرف الإنجليز كيف يفيقون هيرست، ولجأ الإنجليز للتهديد بأنهم سيطردون عدنان القيسي إذا لم يتمكن من إفاقة خصمه. هذا أسلوب تحدي حقيقة. لقد طلبوا من الإسعاف الوصول وبنشادر ومنبهات، لكن كل ذلك لن يفيد في هذه الحالة، ولن يفيد. نعم، هذا هو التهديد. الإنجليز لجأوا للتهديد بأنهم سيطردون عدنان القيسي إذا لم يتمكن من إفاقة خصمه، وهو بصدد إفاقته الآن وإعادته لشعوره وإحساسه بعد أن فشل الإسعاف في إعادته لشعوره. تدليك أولا لإعادة الدم للجريان، ثم بشد وضربة على مؤخرة العنق. هذا كل ما في الأمر. قام بذلك بنجاح، ولجأ الإنجليز وأذهل الإنجليز التقليديين الذين لا يعرفون حتى الآن إن كانت المسكة قانونية أم لا، وتركت النتيجة مفتوحة حتى قرار اللجنة الرياضية، وهي عبارة عن ضربة قاضية دون شك، وترك القرار مفتوح. إذن لا زال القرار مفتوح الآن. لا زال القرار مفتوح، وغاضب جدا من عملية أن الإنجليز يريدون التفكير طويلا ومليا كسياسة التقليدية القديمة، طويلا ومليا إن كان ذلك قانونيا أم لا.